فومو الشركات. الفومو او الفير اوف ميسنج اوت او الخوف من ان انت تفقد الفرصه، ده كان دايما حاجه بنقولها على العملاء، ان العملاء لما هيلاقوا العرض ده علشان ناس كتير بيستخدموه او بيستخدموا المنتج، هيبقى هو كمان عايز يلحق يستخدمه علشان ما فقدش الفرصه الحلوه دي. الشركات بقى عندها فومو دلوقتي، فيلاقي ان في فرصه في شهر 11 قويه جدا والشركات داخله، انا لازم ادخل واحرق بس انا مش حاسبها وما عنديش بوصله، مش عارف انا طالع اسكندريه كل سمك، انا هفكرك بالموضوع ده لغايه ما نعملها ولا انا رايح فين نهرب وراكم. فتدخل بقوه وبشده وتحرق، فتكتشف في الاخر ان انا خسرت وما رحتش للعميل اللي انا عايزه، وبي اند ال مكسب وخساره في كشركه، لا انا طالع بلوس كبيره جدا جدا، فابقى معرض ان انا اخرج من السوق خالص. وده اللي حصل على فكره. يعني قريت ان في شركات كتير تعثرت ماليا بسبب البلاك فرايداي. هو 2024 نهايتها و2025 نقدر نعتبرها كانت فتره فلتره الشركات في المجال في ده، الماركت بتاع الكوزماتكس. في شركات كتير فعلا خرجت بره الجيم خالص، يمكن بسبب السياسات التسويقيه او السياسات اللي هم بيشتغلوا بيها، لانه زي ما حضرتك تقول هو وعي العميل بيزيد كل يوم، العميل بقى ويل اديوكيتد جدا اكتر مننا، فبيقدر يميز مين بيقدم قيمه حقيقيه، مين بيستخدم الانفلونسر ماركتنج عشان خاطر يوصل فعلا يوصل القيمه دي للعميل، مين بيضحك عليه.